فتحي الحكم الدولي فاول للنادي الاهلي في حته خطره. ومحمد طبعا يسيبها عشان كانت على رجله الشمال وبدي شوطه جامده جوه جول جوه جول. بدري رجب بعد حوالي 6 دقايق من بدايه الشوط الاول عمل كره بند في رجل الحيطه بتاعت نادي المقاولين وتعكس اتجاهها، يروح سامي عبود في اتجاه وتروح الكره في اتجاه الثاني والاهلي يجيب الجول الاول. شوفها تاني وجت فعلا في رجل الحيطه وتطلع الكره بره. النادي الاهلي اتلعبت الكره عاليه ومحمد رمضان يوصلها لايمن شوقي وحلوه جوه جول محمد عبد الجليل. محمد عبد الجليل حلوه محمد عبد الجليل. يا ولد 13 دقيقه والجون الثاني لنادي الاهلي. محمد عبد الجليل حلوه الكوره اللي فاتت محمد رمضان وطلها على الارض ولعبها باليد وتروح يخطفها على طول محمد عبد الجليل. محمد عبد الجليل احرز الهدف اللاعب محمد عبد الجليل، خطف الكوره حلوه قوي هنشوفها تاني اهو. شوف محمد رمضان لعبها على الارض واطيه وتوقيفه وشوطه في الزاويه البعيده برضه على فكره جت في رجل منظره كده، جت في رجل احمد سعيد. كانت ماشي علاء وبيهاجموا رائد وبيسقطها ايمن شوقي ويا ولد يا لعيب يا ايمن يا شوقي يا لعيب يا ولد على صدره وعلى طول حطها بقى من صدره تحت رجله، مفيش بقى بعيده ولا قريبه وقنبله جوه جول في الدقيقه 20. ايمن شوقي يا ولد في الدقيقه 20 ايمن شوقي وقفه حلوه قوي على صدره والمهاره العاليه، بس التصقيطه كمان كانت حلوه، كره متقشره ومتساب جوه ال 18 يحطها على صدره ويجيب جول. وهو بيشكر طبعا علشان طبعا جون حلو قوي وكان فتره طويله بعيد عن الملاعب. هنشوفها اهي، شوف التصقيطه بتاعت علاء عبد الصادق على صدره مفيش حد معاه وعلى رجله اهي وعلى رجله جوه جول 3 الاهلي 1 المقاولين، لكن جون حلو قوي لايمن هو وجونه بتاع ناصر التليس. وماشي علاء وبيلعب الكره في الحته الفاضيه لمحمد عبد الجليل هو واحمد سعيد والكره حلوه يا ولد مش ممكن يا محمد رمضان مش ممكن يا محمد رمضان. جون جميل جدا جون جميل جدا محمد رمضان، لكن محمد عبد الجليل عامل الجون مقشره محمد عبد الجليل عامل اوفر جميل قوي وهم فعلا اللعيبه كلها شوف الوعي بقى رايحين عارفين ان اللي قشرها له محمد عبد الجليل، لكن برضه محمد بقى رمضان عامل جون حلو قوي طار له في الهواء وخلى شكله حلو قوي وبيحطها بقى زي ما نشوف. شوف الاوفر الجميل وبقى شوف بقى المنظر الحلو طاير لها فوق من الوضع طائرا ويجيب الجون الرابع في الدقيقه 36.